السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا بالنسبه غنشارك معكم هذا المنتج اللي انا ماشي اشهار ماشي حتى شي حاجه، هذا كنغسل به انايا وحطيته غير ستوري في هذا في التيك توك، وجاوني عليه شي اسئله قلت نشاركه معكم. بالنسبه لهذا الغسول، هذا المنتج اللي هو عباره عن فوم، يعني فوم تنظيف البشره بالالوفيرا، اللي فعلا واش هذا المنتج كيستحق فعلا انه يتجرب، واش مناسب لجميع انواع البشره. هذا الشيء كامل غنجاوبكم عليه في هذا الفيديو هذا. خليكم معايا حتى الاخر باش نعطيكم الراي ديالي الصريح، رايي الصريح، حيت قلت لكم راه انا كنغسل به، قسما بالله يعني انا كنغسل به، وراكم شفتوا زعما راه ديجا يد مستعمل، ماشي شي واحد جديد زعما اللي باش نحطو باش ندير ليه اشهار ولا شي حاجه. ولو نفترض انه مثلا كندير ليه اشهار، فراه فعلا انه كاع يستحق حتى تجربه. اللي هذا الفوم هذا اللي هو داخل فيه الالوفيرا، وكنعرفوا الالوفيرا في اي برودوي داخله فيه كنعرفوها شنو الدور ديالها للبشره، كيفاش كتخليها، وشنا هما الاسس ديال الالوفيرا. يعني اي منتج كتكون داخله فيه فراه الخصائص ديالها كتكون باينه، يعني كتعطينا واحد الترطيب، كذلك كتعطينا واحد التهدئه للبشره، وكذلك كتقلل الاحمرار اللي كيكون عند الناس اللي كتكون لابو ديالهم سونسيبل. والميزه اللي فيه اللي عجبتني بزاف انه كيجي على شكل فوم، يعني فوم جاهز، يعني انك ما تحتاجش انك تخلطيه مع الماء ولا شي حاجه. القوام ديالو زوين خفيف، يعني فراه الاستخدام ديالو سهل بالنسبه هذا كيصلح حتى للناس البنات اللي كيكونوا معكازات، فراه هذا خطير كينظف لك كينقي لك وجهك. والحاجه مزيانه انه ولو تكوني انك دايره الماسكارا تقريبا ولا دايره المكياج ديال العيون، فراه دغيا كيتحيد. الحاجه اللي عجبتني فيه انه ما كيحتاج انك تدلكيه بزاف في البشره ديالك، فقط انا كندير واحد الطريقه اللي كتجيني سهله. بعض المرات والله ما كنبللش وجهي، غير كنديرو هو الاول عاد باش كنبلل، يعني كل وحده والطريقه ديالها. كنخليه تقريبا واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق عاد باش كنغسل. الحاجه اللي عجبتني فيه انه فاش كتغسلي به كتحسي بوجهك خفيف، يعني ما كتحسيش بان البشره ديالك بحال كتكمش، بحال كاين هذاك الحكان، هذاك الاحمرار، هذوك النغزات ما كيكونوش. كتحسي بالبشره ديالك بانها نقيه، وفعلا ما بقاش فيها هذاك الجفاف اللي كيعطيك واحد الكغطاج لابو ديالك. هذا الفوم هذا راه مناسب للناس اللي كتكون عندهم البشره، اللي كتكون عندهم البشره ديالهم عاديه، او كذلك اللي كتكون عندهم بشره مختلطه. فحتى البشره الحساسه حتى هو راه مزيان ليها، حيت داخل فيه تقريبا المكونات ديالهم راه فيغان، يعني تقريبا المكونات ديالو نقولوا واحد 90% ولا 93% بانها كلها ناتوريل، يعني ما فيه شي ماده اللي شيميك اللي ممكن انكم تحسوا منها ولا تدير لكم شي حاجه. غير حاجه وحده اللي بغيت نوضح للبنات بالنسبه اللي كتكون بشرتهم مختلطه، فراه يصلح لهم، ولكن الا كانت دهنيه بزاف وكتفرز هذوك لي سيبوم، فراه ما كنظنش انه يقدر يكون كافي لك ولا لا. يعني كيخصك ديري واحد التيستور اللي باش تعرفي انه واش كافي لك فقط للغسل ولا ضروري خاصك شي جيل اخر معاه. فهاد الفوم هذا فراه هو زوين بالنسبه للتنظيف اليومي، فراه هو خفيف على البشره، ما كيضرش البشره ديالك، وكيعطيك الترطيب اكيد اللي كنبغيو كاملنا، كنبغيو الترطيب وكذلك كنبغيو معاه التنظيف. حاجه اخرى انه هذا الفوم ماشي علاج للحبوب، اللي غتقول لي واش كافي انه تستعملوا البشره اللي كيكون عندها لاكني، فراه بالنسبه للاكني ما غاديش يكفيك غير بوحديته، خاصك ضروري روتين متكامل. الا كان عندك الحبوب فراه كيخصك ضروري روتين متكامل اللي كيكون فيه فعلا داخل فيه الغسول، وداخلين فيه بعض المكونات اللي كيصلحوا لنا الحبوب بحال احماض الفواكه، كذلك اسيد ساليسيليك، الكوجيك اسيد، يعني بعض المكونات اللي كتكون خاصه للحبوب. ومن بين التساؤلات اللي جاتني كذلك عليه انه واش كيحيد، حيت دابا شحال من وحده كتقول لك جيل ديال الالوفيرا، يعني الا خدات الالوفيرا وكتحطو على البلايص اللي عندها فيهم الكلف او هذاك النمش، واش اختي كيحيد هذا الكلف؟ بالنسبه لهذا الغسول واش كيحيدو؟ غنقول لك انه ما كيحيدوش. غسول ما غاديش يحيد لك الكلف، سواء هذا الغسول سواء اي غسول، فراه ما كاينش شي غسول اللي كيحيد الكلف نهائيا، فقط انه كيعطيك الغسل التنظيف وكيعطيك واحد شويه
شويه ديال لي كلا في الوجه، ولكن باش نقولوا انه غيحيد لك الكلف ما غاديش يحيدوا لك نهائيا. الدور ديالو الغسيل فقط، التنظيف. اما بالنسبه للكلف فراه ضروري كيخصك واحد لا روتين اللي كتكون متكامله من ا حتى للزد، اللي كيكون داخل فيها اكيد الغسول، وكيكون داخل فيها لو سوان دو نوي، يعني يا السيروم يا شي كريم اونتي تاج. وعاد ديك الساعه كنشوفوا الواقي الشمسي حتى هويا، عاد باش تقولي انك تقدري تاخدي واحد لا روتين اللي تقدر انها تنفعك بالنسبه في حالات ديال التصبغات. حاجه اخرى عاوتاني بالنسبه للمراهقات، هذا الجل هذا الفم زوين ليهم بزاف، يعني بالنسبه للبنيتات هكايا الصغارات المراهقات فراه كنصحهم به، يعني حيت كيكونوا مراهقات يعني ما كيخصهمش ياخذوا شي غسولات اللي كيكونوا غاليين بزاف، كتكون لابو ديالهم باقا نقيه. بالنسبه ما عندهم لا حبوب لا حتى شي حاجه، كيبغيو غير شي حاجه يغسلوا بها، عوض ما تستعملي شي صابون لانه يقدر ينشف لك البشره ديالك ويأديها لك، فراه هذا مناسب لك. حاجه اخرى عاوتاني اللي جاتني من بين هاد التساؤلات هادو الدراري اللي قال لك واش مزيان بالنسبه لك يكون عندهم هذاك لاكني المتهيج غير مناسب ابدا.